السلام عليكم. كنتمنى تشوفوا هذا الفيديو تكونوا في احسن حال وصحه وعافيه. رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه وما كنتمناو ان شاء الله يا ربي. الوصفه اللي غنشارك معكم اليوم هي واحد الوصفه انا شخصيا كتعجبني بزاف، من النوع ديال البريوات اللي مفضلين عندي، اللي هما البريوات بالجبن بلدي اولا بالجبلي ولا اي جبن كريمي. عندي هنا واحد نص كيلو ديال الجبن بلدي اولا جبن عربي، كل واحد كيفاش كيسميه. انا اخترت انني نزيد معاه واحد كميه ديال جبن موتزاريلا باش كتعطي واحد التعليكه مزيونه، اولا زيدوا الجبن الاحمر، اي جبن عندكم، ولا حتى ديك الجبن المثلثات. ما كانش هاد الجبن هذا عملوا غير جبن بلدي راه هو كافي. عندي هنا واحد معلقه كبيره ديال الزعتر اللي طحنت نقيتها مزيان وطحنتها في الطحانه. عندي شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وعندي هنايا صفار البيض هو اللي غنخلطو مع هذا الخليط، وهاد البياض البيض نحتاجو من بعد، يعني جوج بيضات خديت الصفار ديالهم بوحدو والبياض ديالهم بوحدو. وهنا عندي واحد المكون ضروري نضيفوه لهاد الوصفه ديال البيوت بالجبن، لان اغلبيه الناس كيعدلوهم وكيتفرقعوا معاهم في الزيت اولا في الفران، وكتخرج هذيك الحشوه وكيجيو هذوك البيوات ما ناجحينش. هنا عندي واحد المعلقه كبيره معمره بالطحين ديال الفوز اللي حمرتها مزيان في واحد المقله بحال اللي نعدلو الطحين ديال السفوف بهذا الشكل هذا باش ما كيبقاش يخضر. هذا هو السر باش هاد البيوات ديال الجبن ما كيطيقوش معنا في الفران اولا في الزيت. ضروري نزيدو هاد المعلقه الطحين ونطيبوه مزيان باش نتاكدوا انه طيب، باش ما يعطيناش داك المذاق ديال الطحين خضر، وباش ما يضرناش ايضا فاش ناكلوه. عندنا هنايا واحد كميه ديال ورق البسطيله. انا عندي هنايا نص كيلو ديال ورقه ديال البسطيله ديال البخار. دائما كيعجبني نعمل هذه البخار لان كتكون ناقصه الكميه ديال الزيت والزبده اللي كنستعملوه فيها. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه. اول حاجه كنعملوها كنخلطوا هاد المكونات اللي عندي كامله. الجبن موتزاريلا كيعطي واحد المذاق مزيون، ما كانش ما تزيدوش، اولا زيدوا جبن حمار بحال اللي قلت لكم. غادي نزيد واحد الكميه ديال الزعتر، الملحه والابزار، وهذاك الجبن عندي مالح غير زدت واحد الكميه قليله. وعندي هنا واحد الكميه معمره مزيان بالطحين ديال الفوص اللي حمرته مزيان وغابلته. وعندي جوج صفار ديال البيض هما اللي غنجمع بهم هذا الخليط. صافي. ودابا غادي نخلط هذا الخليط هذا مزيان حتى تماسك عندي هاد المكونات. وزيدوا النكهه اللي بغيتو، مي انا كنفضل النكهه ديال الزعتر مع الابزار مليحه باش داك الجبن يجي باين. نصاوبها بهذا الشكل هذا حتى تولي عندي واحد الخليط متجانس مزيان مزيان. بسباتول ولا شي ملعقه خشبيه تأدي الهدف. يمكن نزيد واحد الخويط ديال زيت بلدي، الناس اللي كيعجبهم مذاق الزيت البلدي ممكن نستغنيو عليه. صافي. دابا منين تخلط عندي هذا الخليط مزيان غناخذ الورقه البسطيله وندوز باش نلويه. ما بغيتوش تعملوا ورقه البسطيله يمكن لكم تعجنوها الجينه ديال الغايف وتخدموا بها حتى هي كتجي ناجحه وكتجي زوينه. كناخذ ورقه البسطيله كما كتشوفوا راه هي كبيره، حيت هاد ورقه البخار كتكون شويه الحجم ديالها كبير. ناخذ شي مقص. انا ما عنديش المقص، غنقطع غير بهاد القطاعه ديال البيتزا، هي كتقضي الغرض. دائما كنخدم بها في البريوات. غنقطع الورقه في الاول في النص، من بعد كل نص عاوتاني نقطعو على جوج بهذا الشكل هذا. نقبلو عندي بهذا الشكل هذا.
يعني كل ورقه نقسمها على 4. من بعد كل ربع ورقه كنقسمو على جوج كيعطيني بهذا الشكل هذا. يعني الورقه كنقسموها على 8 على شكل مثلثات. هذا هو ربع الورقه بهذا الشكل اللي كتشوفوا. غنجيب الراس ديالو من هنا هكا، باش ما يتمشي يجيو كبار بزاف. صافي بهذا الشكل هذا. ودابا غادي ناخذ هذيك الحشوه باش نبدا نعمر هاد السيجار ديالي. عملت هنا واحد شويه ديال الماء والطحين باش غنلصق بيه هاد السيجار. ما كنبغيش نعمل البيض لان البيض كيخلي واحد المذاق ما كيعجبنيش. وصافي هذه الحشوه ديالي ها هي واجده. غادي ناخذ واحد المثلث بهذا الشكل هذا، وغناخذ واحد الكميه د الحشوه معلقه، نحاول نحطها بهذا الشكل هكا طولي، ما نعمرهمش بزاف لان انا عندي ورقه غير صغيره بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. وغناخذ واحد الشيته ولا بيدي غندهن هذا الراس ديال هذا المثلث. طبعا ضروري نجمع الجناب كما كتشوفوا باش ما تخرجليش الحشوه على برا. ولو يدي مزيان هكا بهذا الشكل هذا، نصامر حتى الاخر. واخا تشوفوا هاد كميه الورقه تبان لكم كثيره، لا راه هما كيتقرمشوا وكيدخل عليهم الطياب، حيت هاد الورقه معدله بالبخار. وحتى الورقه الاخرى اللي كتعدل بالزبده كيجيو ناجحين، كيجيو لذاذ بزاف. عدل معكم واحده اخرى بهذا الشكل هذا. صافي دابا كملت السيجارات ديالي كاملين هما واجدين. ما نقليهمش هكا، لا غادي ندوزهم في. عندي هنايا شويه ديال لا شابلور، الخبز يابس محمص، وعندي هنا شويه ديال الطحين، وهذوك بيض اللي خليته قبيله. اول حاجه كندوز هاد لي سيجار في الطحين، ندوزو مزيان بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. صافي دابا كنفضهم داك الطحين، غادي ندوزهم في بيض البيض بهذا الشكل هذا. وعاد نحطهم في لا شابلور، كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. هكا كيجيو لذاذ اكثر، كيجي فيهم واحد المذاق مميز. صافي ودابا غادي نلويهم بهذا الشكل هذا. هاد لا شابلور، هاد لا شابلور انا عدلتها غير في الدار الصراحه، ما شريتهاش. بغيتو تشريوها يمكن لكم تشريوها. كان عندي شويه ديال الخبز اللي بارد، حمصته في الفران واحد شويه حتى يبس، ومن بعد طحنته في الطحانه الكهربائيه وغربلت واحد شويه. صافي هكا كتكون عندنا لا شابلور، كنكونوا متاكدين من انها من واحد الخبز اللي هو نقي، ولا ما نخرجوا نشريوها من بعض. صافي باش كنوصل لهاد المرحله هذه غادي ناخذ واحد الطاسه باش غنحتفظ بهاد لي سيجار في المجمد. كل ما بقى في المجمد وشادو راسهم كيكون مزيان احسن، باش يمكن لي نقليهم بلا ما يطلقوا وبلا ما يتحيد منهم هاد لا شابلور بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. اذا غنكمل على هاد لي سيجار بهذا الشكل هذا،
ونبيتهم في المجمد، ومن بعد نقلي معكم شي وحدين تشوفوهم كيفاش كيجيو. ضروري خصني نقلي معكم شي وحدين باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. ماشي ضروري نقليوهم كاملين، كنقلي بديك الكميه اللي غنحتاجو، ويمكن لهم بقاو حتى شهر ولا شهرين في الفريغو ما كيجرالو حتى شي حاجه. من بعد ما باتوا هادوك لي سيغار في الفريغو، دابا سخنت الزيت حتى سخن مزيان مزيان. غادي ندوز باش نقليهم. كنعملو الزيت على عافيه مرتفعه حتى كيسخن مزيان. من بعد كنقصو عليه البوطه، كيرجعوا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي دابا غنقليهم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. غنقلي واحد الكميه اللي غادي نحتاجها اليوم. صافي كنشوفوا بحال عطيكم الجهه وحده طابت، نقلبهم على الجهه الاخرى. شوفوا كيفاش كيجيو محمرين ذهبيين، ما كطيح منهم حتى شي فتوسه ديال ديك لا شابلور. علاش؟ حيت خليناهم في الفريغو حتى الزيت. لاحظوا ان الزيت نقي ما توسخش مره. علاش؟ لان بحال اللي قلت لكم هذا هو السر ديالو، ما تفرقعوا ما تطيح داك الجبن لا حتى شي حاجه. ما شاء الله كيجيو ناجحين. الناس اللي دائما كيخرج لهم داك الحشوه ديال الجبن وكتضيع وكتوسخ الزيت، هذا هو السر ديالها. ديك المعلقه ديال الطحين طايب هي اللي فيها السر باش هاد البيضات يجيونا ناجحين. هذا هو الشكل النهائي ديال لي سيغار ديالنا اللي معمرين بالجبن. كيجيو كما كتشوفوا مقرمشين ناجحين، كيبقاو شادين في راسهم، ما كيتخرج منهم هذيك الحشوه، ما كطيح منهم لا شابلور لا حتى شي حاجه. سيغار ناجح احسن الف مره من هذوك اللي كتباعوا واجدين. هادو نقيين كنعدلوهم على اليد، ساهلين، ما كياخذوش معنا الوقت بزاف، وما كيحتاجوش شي مكونات اللي صعيب اننا نلقاوها. اي نوع ديال الجبن عندكم كيعجبكم يمكن لكم توجدوهم، سواء الافطار رمضان ولا حتى في سائر الايام. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم. انا قليت غير واحد الكميه قليله لان هذه اللي غنحتاج. كنحتفظوا بها في المجمد. وقت اللي تشهينا هاد البيضات ديال الجبن يمكننا نقليوهم اولا نعملوهم في الفرن، نعملو لهم كيفاش ما بغينا، كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى الا عجبتكم هاد الوصفه تشاركوها مع الناس اللي كتعرفوا، وبالصحه والراحه. نقطع معكم شي وحده تسمعوا كيفاش الصوت ديالو كيجيو قامشي. سمعتوا الصوت؟ حشوه ديال الجبن كتجي معلكه في الداخل. انا متاكده انكم غتحماقوا عليهم من عدته.